خلاص بقى خلصنا ماتش الاهلي وانبي، ولحد دلوقتي لما تشوف اي استوديو تحليلي تفتحه او اي برنامج يكلم لك على الاهلي، يتكلم لك ازاي الاهلي يتعادل، ازاي الاهلي في المركز ال 15، ازاي الاهلي ما كسبش غير ماتش واحد، كل حاجه ازاي الاهلي ازاي الاهلي. طب ما هو يا جدعان، ما هو الاهلي ده كان بيلعب مع انبي، ده فريق بيلعب مع فريق اسمه انبي، وكان بيدربه مدرب محترم اسمه كابتن حمزة الجمل، محدش اداله حقه، ولا في الاستوديو التحليلي بتاع الماتش، ولا الاستوديو اللي بقى، ولا البرامج اللي بعد الماتش، محدش اداله حقه خالص، ولا حد اتكلم عليه ولا قال له اي حاجه، مع ان كابتن حمزة الجمل لعب باداء عالي جدا وتكتكس عالي جدا، وقفل على لعيبه الاهلي كويس، وان انت تكون خسران 1-0 وترجع بضربه جزاء دي حاجه كبيره قوي قدام النادي الاهلي. فيعني كابتن حمزة الجمل عامل اداء عظمه ولا اروع مع انبي السنه دي. انبي السنه دي 9 نقط من 6 مباريات، مع ان السنه اللي فاتت الدور الاول كله 12 نقطه. فكابتن حمزة الجمل عامل طفره مع اداء في اداء انبي السنه دي. لكن كالعاده الاعلام ما بيهتمش، الاعلام ما بيهتمش غير الاهلي خسر ليه، الزمالك خسر ليه، وما بنهتمش باي فريق تاني. لا، هو مش لازم الاهلي يكسب على طول، مش لازم الزمالك يكسب على طول، عادي ممكن يخسروا، ممكن يتعادلوا. بس لما بيخسروا ويتعادلوا دي بالنسبه للاعلام جريمه بقى. الاعلام بقى يجي يقول لك طب هم خسروا ليه، طب هم تعادلوا ليه. طب ما هو في فرق تانية بتخسر وتتعادل عادي، ما فيهاش حاجه. الاسماعيلي بيخسر ويتعادل، الاتحاد والمصر بيخسروا ويتعادلوا، والمحله بتخسر وبتتعادل. ما بتعملوش كده ليه مع الانديه التانية؟ هو لازم اهلي وزمالك؟ ما تتكلموا على الفرق كلها، مش لازم اهلي وزمالك. يغيروا فكركم شويه، الاعلام لازم يغير فكره شويه، ولازم يهتم بالانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه وانديه الدوري المصري عامه. كابتن حمزه الجمل لازم حد كان يطلع يتكلم عليه، يقول الراجل ده عمل طفره في اداء انبي السنه دي. وان شاء الله كل التوفيق لكابتن حمزه الجمل السنه دي، ما يشغلش باله من اي كلام. وكابتن حمزه الجمل مدرب كبير، وان شاء الله كل التوفيق لكابتن حمزه الجمل الفتره الجايه.